حصاد الجنوب أهلا بكم. بمتابعة حثيثة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في بلادنا وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر لتزويد العاصمة عدن بمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 120 ميجا وات من الكهرباء. ثمن مجلس القيادة الرئاسي إدانة الاتحاد الأوروبي لممارسات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ودورها في مفاقمة الأزمة الإنسانية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ولفت المجلس اليوم الأربعاء إلى أن بيان مجلس الاتحاد الأوروبي افتقد إلى الدقة في قضايا أخرى تتعلق بتماسك مكونات المجلس الرئاسي، مؤكدا دعم جميع القوى والمكونات السياسية للمجلس وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي، معبرا عن احترام مجلس القيادة لكافة القضايا الوطنية والتطلعات السياسية لمكونات المجلس. التقى وفد القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة الزائر لمحافظة المهرة محافظ المحافظة محمد علي ياسر. اللقاء ناقش أوجه التعاون بين الجانبين، كما جرى تبادل الأفكار والرؤى، حيث عبر رئيس انتقالي شبوة العميد علي الجبواني عن تطلعه إلى مزيد من التقارب والتعاون في المهرة بين السلطة المحلية وقيادة المجلس لخدمة مصالح المواطنين. عبرت الحشود القبلية الوافدة لاعتصام عرماء في محافظة شبوة اليوم الأربعاء استكمال جاهزيتها لخوض مواجهة عسكرية مع ميليشيا الإخوان الإرهابية، وذلك بهدف حماية أراضيها عقب انتهاء مهلة 48 ساعة التي أعلنتها قبائل بلعبيد أمس الثلاثاء. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.